بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اهلا بكم حبايبي في قناتكم سفرة دايمة مع الحبايب. ايه رأيكم بقى في الشكل الجميل ده؟ هنعمل مع بعض كده الفرايد تشيكن او الكنتاكي المنزلي بطريقة سهلة وبسيطة. تمام، بس قبل ما نبدأ ما تنسينيش بقى نصلي على الحبيب الاول. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وكمان ما تنسينيش بلايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان تبقى جزء من عيلتي. انا هنا معايا فرخة قطعتها على 8 قطع او ازيد كمان. اول حاجة انا عملتها جبت كده السكينة. تمام، وغرستها كده بالسكينة عشان افتح كل الجوانب من مثلا الورك مثلا قسمته اتنين، والصدر برضو قسمته اتنين، اعمل بقى بالسكينة كده بحيث التتبيلة توصل لكل الانسجة الفرخة. دي اهم حاجة. تاني حاجة هنعمل مع بعض المحلول اللي احنا هنقعهم. انا عملت المحلول دوت عبارة عن مية وليمون وزعتر وورق لوري وحبهان، ولو عندك قرنفل برضو ممكن تحطي، وكمان حبة من القرفة. طبعا ديت بتتخلص من جميع الزفارة بتاعة الفراخ. انا طبعا كنت غسلها، بس برضو هوريكم المحلول ده نتيجته كانت عاملة ازاي. بصراحة بتخلي ان انسجة الفراخ طرية وجميلة ونظيفة وما فيهاش اي زفارة. هنا انا قعدتها يوم كامل، انت ممكن تنقعيها 3 ساعات، او الاحسن ان انت تنقعيها يوم كامل. تمام. هحط بقى الكمية كلها وهسيبها بقى في التلاجة زي ما قلت لكم ليلة كاملة، وهغطيها مثلا بورق الاسترتش. هنا نسيت اقول لكم مثلا حطوا معلقة خل ومعلقة سكر. معلقة الخل ومعلقة السكر دي هتساعد ايه اي زفارة من في الفراخ بتطلع على طول. المحلول ده لازم تعمليه لاي انواع طيور، او مش لازم كنتاكي، مش لازم وصفة كنتاكي، لا، لجميع انواع الطيور بالظبط. المحلول ده بيبقى جميل جدا. بعد ما سبته ليلة كاملة خالص هنصفيه بقى. نجبت مثلا الشبكة وهنطلعه من المحلول، نسيبه نصفي خالص من المحلول اللي اتنقع فيه ليلة كاملة. يا رب كده الوصفة تبقى سهلة عليكي كده وتمشي معايا بالخطوات. ما تنسينيش بقى بلايك وشير وسبسكرايب عشان تبقي جزء من عيلتي. هسيب بقى المحلول كده يتصفى المية بتاعته. تمام. تاني حاجة بقى هنعمل مع بعض التتبيلة السحرية بتاعة الكنتاكي. شايفة المية دي اللي انا بقولك عليها كانت بصراحة مطلعة لي كل الزفار اللي في الفراخ. هنا انا حطيت كوباية زبادي وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا وملح وفلفل اسمر وسبع بهارات وحبة من اللبن. تمام. المقطع والله اتمسح، ما كنت مفكرة ان انا صورته بس ما صورتوش. ومعلقة مرقة فورية، يعني ملح وفلفل وكركم وكاري وبابريكا وشطة لو عايزاها سبايسي، وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا، ومعلقة من المرقة الفورية. دي التوابل اللي بيستخدموها في كنتاكي. هننزل بقى القطع بتاعتنا ونسيبها بقى برضو اقل حاجة 3 ساعات عشان تشبع من التتبيلة والانسجة كلها تبقى طرية. تمام. هنغطيها برضو بورق استريتش ونسيبها بقى في التلاجة. تاني حاجة بقى والكفر اللي احنا هنعمل بيه الفرايد تشيكن بتاعنا. تمام. وكالعادة يا سكر زيادة يا حبايبي، النور كان قاطع برضو عليا وانا بعمل الاكل، فصورتكم المقطع ده وانا برضو ب... ب... النور قاطع. هنا حطيت كاري وكركم نفس التوابل وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا وشطة لو عايزاها سبايسي وفلفل اسمر. التوابل اللي احنا حطيناها في التتبيلة هي اللي احنا هنحطها في الكفر بتاعنا. وطبعا ما ننساش الملح. كده خلاص ماشيه معايا الخطوه بخطوه. بعد برضو ما سبتها التتبيله 3 ساعات انا جبت هنا ميه فيها تلج. تمام. والكفر بتاعنا، وجبنا الفراخ بتاعتنا، وهننزل بقى الايه القطع. الاول حاجه هننزلها في الدقيق، نعمل كده كفر بسيط خالص، وبعد كده هننزلها في الميه الساقعه اللي هي بتلج. ده اهم خطوه عشان تعمل معاكي الطبقه القرمشه اللي انا هوريكي، وهوريكي الصوت، اسمعك الصوت وتشوفي السمك بتاع القرمشه عامله ازاي. هنا انا عملتها مرتين، يعني عملت الكفر وبعد كده نزلتها بميه وبعد كده رجعت للكفر تاني ده دقيق، ومرتين كده او ممكن مره زي ما انتي ما حابه. وبعمل معاكم خطوه تانية اهيت. جبت بقى الصدر حطيته بقى كده في الدقيق، عملت كفر بسيط وعديت من 1 ل3، وبعد كده شلته من الميه وحطيت كفر تاني و... وكده خلصت الكميه بتاعتي بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها دي. ما تنسينيش بقى بلايك وشير.
هنا انا اختبرت الزيت، هنا لازم تكون حلة، مش لازم طاسة خالص، لازم تكون حلة، ولازم يكون زيت غزير عشان خاطر يستوي معاكي الفراخ وتبقى مقرمشة جدا. وما تكتريش من القطع في الزيت بحيث ياخد التسوية. حطيت القطع 3 قطع ويا دوبك بس غطيتها. بعد كده بوريكم هنا اللي انا كل شوية بقعد اقلبها عشان خاطر تبقى متساوية من كل الجوانب. وهنا طلعتها على شبكة تتصفى من الزيت وعشان تبقى مقرمشة معانا. وبقت معانا بالشكل اللي انتوا شايفينها دي. بألف هنا. انا كده عملت الغدا بتاعي على قد اللي احنا هناكله، والباقي انا بحطه في اطباق وبعد كده بحطه في التلاجة. هسمعك بقى صوت القرمشة. وهنا قدمتها مع الكولو سلو برضو، هسيب لكم الوصفة بتاعة الكولو سلو. انا عملتها معاكم بطريقة سهلة وبسيطة جدا. وده كده يبقى الغدا بتاعنا. يا رب يكون الوصفة عجبتك وسهل عليكي. ما تنسينيش بقى بلايك وشير وسبسكرايب ودعمك ليا عشان تبقي جزء من عيلتي. وبقى الف سلامة.